يا مساء الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ضرب نار. فيديو النهاردة ملهوش حل. النهاردة هنعمل الكاندي بطريقة سهلة خالص وبسيطة، ومتأكدة بعد الفيديو ده الكل هيقوموا يعملوا. ما بياخدش ثواني وبيكون جاهز، وبتكوني محضرة أحلى كاندي لولادك. يعني هنخلي ولادنا ياكلوا كاندي براحتهم، وفي نفس الوقت صحي ومفيد ومفهوش سكر كتير. يعني كل الكمية اللي احنا عاملينها دي من الكاندي، كمية السكر اللي فيها خفيفة خالص، يعني ما تذكرش. النهاردة هنعملها بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة، ما بتاخدش معنا وقت، فياريت نتابع الفيديو للآخر علشان نتعلم كل الخطوات اللي هتوصلنا الكاندي حلو وصحي ومفيد لولادنا. مبدئيا بحضر الصينية اللي هعمل فيها الكاندي، والصينية دي زي ما انتوا حابين، عايزينها صغيرة كبيرة زي ما انتوا تحبوا. انا عندي الصينية دي مقاس متوسط، دهنتها دهنة خفيفة من الزيت، وبعد ما دهنتها مشيت عليها المنديل بتاع المطبخ كده، مسحت الزيت الزيادة علشان مش عايزة الزيت يختلط بالكاندي اللي احنا هنعمله النهاردة. وبعد كده بركنها على جنب، وجبت كمان علب الجيلي اللي هعمل بيها الكاندي. والجيلي الأطعم بتاعته اللي انتوا تفضلوا، انا اخترت الاورنج والليمون والفراولة، ودول الأنواع الأطعم اللي ولادي بيحبوها، فأنا عملت اللي هما بيحبوها ولادي. انتوا طبعا تعملوا اللي انتوا عايزينه واللي انتوا بتفضلوا. وكمان اللي هيخلي الكاندي تطلع معانا تحفة الجيلاتين. بضيف جيلاتين على الجيلي، بيطلع لي الكاندي متماسك وما بيسيحش معانا، وبتعرف تشكليه زي ما انت عايزة. بعد كده طبعا مبدئيا انا هستخدم الفراولة الاول. الفراولة الكيس ده وزن 168 جرام، وكمان نسبة السكر اللي فيه 19 جرام بس، يعني حوالي معلقة سكر. انتوا لو حابين تزودوا السكر وحاسين السكر فيها خفيف، برضو ممكن تزودوا معلقة، مفيش مشكلة. انا عن نفسي استكفيت بكمية السكر اللي في الجيلي نفسه، يعني انا مش عايزة اولادي ياكلوا الحاجة كده محلية اوفر. وكمان بضيف عليها باكت من الجيلاتين. الباكت ده بوزن 8 جرام، يعني الكل باكت جيلي بضيف واحد جيلاتين 8 جرام. وبعد كده بخلطهم مع بعض، وبكون مسخنة المية، بتكون المية بتغلي كده. ضروري المية تكون سخنة نار وبتغلي قبل ما نضيفها على الجيلي. اعيار المية السخنة هيكون كوباية عصير. كوباية العصير دي مقاس الكوباية الشاي المج العادية الجزاز دي، منها كوباية ونص. يعني لو هنضيف بمج الجزاز العادي بنضيف كوباية ونص منها مية سخنة، علشان مش عايزين نزود المية كتير، علشان يطلع كده الكاندي معانا متماسك وحلو وما يسحش معانا، علشان ما يتقطعش معانا كمان، ونعرف نتحكم فيه ونشكله براحتنا. هنا خلصت طبعا دوبت الجيلي خالص خالص في المية، بنزله في الصينية اللي انا دهناها، وبعد كده بدخله التلاجة لمدة نص ساعة يكون تماسك، علشان اقدر اكمل باقي الكمية عليه، والالوان ما تختلطش في بعض. عايزين كل لون يكون كل لون كده لوحده واضح، علشان كده الكاندي يبقى شكله حلو، والثلاث الوان بتوعنا هيكونوا واضحين مع بعض، كل واحد وحده. وممكن برضو كمان لو عايزين تزودوا لون رابع او لون خامس، برضو مفيش مشاكل. يعني حابين تزودوا في الالوان دي، برضو مفيش مشكلة خالص. تختاروا الاطعم والالوان اللي مش شبه بعض، علشان يبين معاكم لون الكاندي. وبعد ما خلاص دخلت كاندي الفراولة في التلاجة، عدى عليه نص ساعة وتأكدت انه اتماسك خلاص، بحضر نوع الاورنج. طبعا نفس الموضوع اللي عملناه في الاول في الفراولة هنعمله في الاورنج. باكت الاورنج على واحد باكت من الجيلاتين، وبخلطهم مع بعض كويس خالص، وبزود لهم المية السخنة، وبقلبهم تماما لحد ما كل حبيبات الجيلي تختفي معانا. وبعد كده برجع اطلع الجيلي اللي في التلاجة، وبنزل عليه الاورنج، وبكده هيكون الفراولة عزلت عن الاورنج. هيبقى اللونين فوق بعض، بس كل لون وحده منفصل عن التاني. هنا خلاص كانت الفراولة مسكت روحها، مفيش اي خوف ان انا اضيف عليها اي لون تاني. وبعد ما خلاص نزلت الاورنج عليهم، برضو بالراحة خالص خالص ادخلهم التلاجة، واسيبهم برضو نص ساعة يكونوا كده جمدوا ومسكوا روحهم، علشان اقدر احضر النوع اللي بعد كده. النوع اللي بعد كده هنا خلاص عدت نص ساعة،
الليمون الأخضر طبعا الريحة بتاعته أنا وشغالة فيه بعد ما ضفت له المية كانت خطيرة خطيرة، وكمان اللون بتاعه يعني بيكون فارق خالص في الكاندي بتاع النهاردة، لون مميز بصراحة. هنا خلاص كنت عملت نفس اللي عملته في الأول والتاني، عملته كمان في الليمون ونزلته خلاص على الجيلي ودخلته التلاجة. هو المفروض ان انا اسيبه نص ساعة او ساعة بالكتير واجي اعمله، بس بصراحة انا كنت عاملاه بالليل فانا عملته دخلته التلاجة ودخلت نمت فاخد الليل كامل. انتوا لو عايزين تعملوا زي وتسيبوه ليلة كاملة مفيش مشاكل، هو هيدي نفس النتيجة اللي هتسيبوها في التلاجة ساعة، يعني مفيش اي خوف لو انتوا عملتوها واخدتوها بعد ساعة او ساعتين، يعني زي ما انتوا تحبوا. المهم انا دلوقتي بقطع فيها كان الصبحية. طبعا فرغت الحروف بتاعت الصينية، وبعد كده بقطعه كده حوالي 6 قطع بالطول. التقطيع زي ما انتوا تحبوا، انا النهاردة هعمل نوعين، التقطيع المربعات وهعمل الشعرية بتاع الزمان. طبعا بصوا انا عندي الاولاد كانوا منبهرين وطايرين طير من الفرحة، وكانوا بصراحة حابين كمان شكل الشعرية اكتر من المربعات، كانت عجبهم خالص خالص. مش عايزة اقولكم ان هم بيشتروها من بره القطعة الشعرية دي ب1.50 دولار، يعني خفيفة خالص وما تذكرش، يعني حرام فيها الفلوس بصراحة. انا عملت كمية كبيرة وبأرخص الثمن، وكمان متأكدة من النظافة بتاعتها، انا عاملاها بايدي، انضف حاجة ان احنا نعملها في البيت بصراحة، يعني احنا ما نضمنش بره بيكون شغالين ازاي. فبعد كده بقطعها بالشكل ده المربعات الصغننة دي. انتوا لو حابين تعملوا الحجم اكبر من كده او اصغر من كده ده حرية شخصية واللي يريح. يعني انا كده قطعتهم وسط، مش كبار خالص ولا صغيرين، يعني حلوين. هعمل نص الكمية من المربعات وهعمل نص الكمية من الشعرية. بصراحة انا لما شفت الحماس بتاع اولادي للشعرية كنت اتمنى ان انا اعمل الصينية كلها بصراحة، بس فوجئت بيهم بعد ما كنت خلاص قطعتها ان هم حابين الشعرية اكتر. بس هنا شايفين القوام بتاعها خطير خطير، يعني متماسك بطريقة فظيعة. الجيلاتين عامل شغل عالي بصراحة في الكاندي النهاردة، ملهوش حل. بس اتمنى الكل يجربها. هنا خلاص هوريكم كمان شكل الشعرية، التقطيع بيكون رفيع خالص خالص على قد ما تقدروا، يعني انكم ترفعوها ونمشي بالراحة خالص علشان تطلع كده معانا مظبوطة وحلوة. بصراحة الشعرية خطيرة خطيرة، يعني انا هعمل لهم مرة تكون كلها شعرية مش هعمل المربعات دي، المربعات دي اللي انا وجوزي، بس الشعرية للولاد. شايفين الشكل ازاي والالوان واضحة ازاي، ممكن كمان تعملوها 4 بيكون الوان اكتر، خطيرة بصراحة. اتمنى الكل يجربها، ملهاش حل، لو جربتوها هتعملوها على طول انا متأكدة من كده. بصراحة هي بتتعمل في ثواني، يعني ما بتاخدش اي وقت خالص ولا مجهود ولا بهدلة في المواعين وعايزين نغسل وننظف، مفيش الكلام ده خالص، يعني مفيش اسهل من كده. شايفين حلاوتها تستاهل التعب، مع انه هي مفيهاش تعب خالص بصراحة. دي طبعا مش كل الكمية بتاعت الصينية، انا قطعت شوية وفي حوالي ربع الصينية لسه ما طلعتوش. شايفين هنا المربعات عاملة ازاي والشعرية عاملة ازاي، تحفة بصراحة. فياريت الكل يكون حضر الفيديو للآخر ويشوف التكات والحركات اللي هتطلع معانا الكاندي والشعرية بالشكل القمر ده والجودة العالية دي بصراحة خطيرة. فياريت اللي أول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، وتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ كامة. ما ننساش اللايك وكومنت حلو منكم، ولو عندكم أي وصفات عايزين نعملها لكم ياريت تبعتولي، تكتبولي كومنت أو تبعتولي على الخاص، وأنا بإذن ربنا هعملها لكم إن شاء الله. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.